واش في اخبارك انت كمبتدئ؟ ربما الحصه الاولى ليك تقدر تخليك ما ترجعش لاصال في مره، والمشكل تيبدا ملي تدخل اول حصه في لاصال. تيبانوا لك لي زالتير مشتين، تتبان لك البارله محطوطه هنا، تيبانوا لك لي ماشين غير مشقلبين، وتيبانوا لك شي ديناصورات ما شاء الله لونطريمون دق والسكات وانت ما مسوق ليك حتى شي واحد. هنا تدوخ بك الحلوفه ما تتعرف منين تبدا. وهنا تيتسحب لك واش المشكل فيك انت كمبتدئ؟ لا، المشكل ملي كتبغي دير بحال دوك الديناصورات، كتبغي دير نفس لونطريمون ديالهم وتتبغي تمشي بنفس الريتم ديالهم، وديما تتبقى تقول مع راسك شنو هو النظام الرياضي اللي غادي نتبع، شحال ديال التمارين غادي ندير، شحال ديال لي سيري غادي ندير، عدد التكرارات. فهمتيني؟ كتعمر راسك بزاف ديال الاسئله اللي كيبرزطوك. في هذا الفيديو بالضبط غادي نوريك كيفاش دوز الحصه الاولى ديالك من اول تمرين حتى لاخر سيري. ودابا ركز معايا صديقي لحقاش غادي نوريك داكشي اللي كنت انا كنتمنى يوريه ليا شي واحد في اول حصه ديالي في لاصال. في اول حصه ديالك صديقي اعتبرني انايا كوتش ديالك، غادي رجلي برجلك حتى لاصال. دخلنا تسجلنا، دخلنا لاصال تنشوفوا تنستانسوا نشوفوا بعينينا شنو واقع، لي بار لي زالتير لي ماشين. عباد الله كتريني انا وياك شنو غادي نديروا؟ اول حاجه غادي نمشيو نديروا التسخينات، ما غدير كارديو وما غدير حتى شي حاجه اللي صعيبه اللي تضغط بها على نفسك، لحقاش في هذيك الوقيته مازال لوكور ديالك ما مولفش. ربما تقدر تبدا غير بعصا ديال الجفافه ولا غير بيديك خاوين. الهدف من هاد التسخينات هادو انك تعود عليهم باش المفاصل ديالك ما يتاداوش، باش ما تطيحش في شي اصابه لا قدر الله. من بعد غادي نبداو بواحد البروغرام تيتسمى ال جينيرال، يعني كنخدموا كل شيء تقريبا في حصه واحده، لكن حنا غادي نقسموا الجزء العلوي والجزء السفلي. الجزء العلوي غادي نبداو بتمارين للاكتاف، غنديروا جوج ديال التمارين للاكتاف، الكتف الامامي والكتف الخلفي. غادي نبداو 3 ديال السيريات في تمارين ديال الكتف بار امامي، كل سيري غادي نديروا فيه تقريبا 12 تكرار. بالنسبه للتمرين الثاني ديال الكتف تلعبوا بلي زالتير، يعني رفرفه جانبيه. هنا كنكونوا سالينا الكتيفات، سخناهم، دوزنا الحصه ديالهم. في نفس الحصه غادي ندوزو من الكتاف غنتحولوا للصدر، غادي نترينيو فيه بار بنش بريس بلا. غادي نديروا فيه تا هو 3 ديال السيريات وتا هو بنفس العدات، يعني كل سيري غادي نديروا فيه تقريبا 12 عده. من بعد غادي نعليو الكرسي الا كان الكرسي تيعلى، ولا غادي نمشيو تنسميو حنا شوفال، تنخدموا بها الجزء العلوي من الصدر. غنديروا فيه تا هو 3 ديال السيريات، كل سيري غادي نديروا فيه تا هو 12 تكرار. من بعد ما غادي نساليو الصدر، غادي ننتقلوا العضله الثالثه اللي هي عضله الظهر. هذه العضله غادي نديروا فيها حتى هي جوج ديال التمارين، كل تمرين اكيد غادي نديروا فيه جوج ديال السيريات، يعني في المجموع 4 ديال السيريات لكل عضله. وفي كل سيري كيف تعودنا كنديروا 12 تكرار، يعني كنترينيو كل سيري كنديروا فيه 12 تكرار. غادي نبداو في الظهر، غادي نمشيو للماشين، غادي نترينيو فيها جراره اماميه، غادي نترينيو فيها جوج ديال السيريات. ملي غادي نسيليوهم غادي ندوزو للجراره وانت جالس، يعني كتريني الجزء السفلي ديال الظهر ديالك. ملي غادي نساليو الظهر غادي يبقاو لينا الدرعين، بيسبس تريسبس فومبرا، اللي غادي نعطيوهم تمرين واحد لكل عضله. نبداو بالعضله ديال البيسبس، غادي نعطيوها التمرين ديال البار امامي، غادي نديرو فيه جوج ديال السيريات. غنتحولوا للتريسبس، غادي نخدموا بها حتى هي جراره، غنخدموا فيها جوج ديال السيريات. كل سيري كما قلنا صديقي خاصنا نديروا فيه 12 عده. ومن بعد غادي نتحولوا للفومبرا، غادي نخدموها بواحد الشكل معين، غادي نديروا فيها جوج ديال السيريات، يعني تمرين واحد. وغادي نقولوا هنا سالينا الحصه ديالنا. من ورا هذه الحصه اكيد غادي يجيك واحد الالم في الكتاف ديالك، في الصدر ديالك، في البيسبس، يعني في جميع العضلات اللي ترينيتيهم راه غيجي واحد الالم. هذا الشيء راه عادي. مثلا ترينيتي نهار الاثنين، غادي ناخذوا نهار الثلاث روبو، نهار الاربع غادي نبداو الحصه الثانيه ديال الجزء السفلي من الجسم ديالك. وملي بقاو لك غير جوج ديال العضلات، يعني الفخاذ والموليات، غادي نديروا لهم جوج ديال التمارين لكل عضله. الفخاذ غادي تبداهم برفرفه اماميه في الماشين، غادي دير فيها جوج ديال السيريات، كل سيري كي قلنا غادي دير فيه 12 عده. ملي تسالي غادي تمشي لابار ديال السكوات، غادي تخدم فيها حتى هي جوج ديال السيريات، كل سيري غادي دير فيه 12 عده كيف ما تعودنا. 12 عده بقى عاقل عليها لحقاش غتبقى سايره معاك تقريبا واحد المده اللي هي طويله. وغيبقاو ليك جوج ديال التمارين العضله ديال الموليات، غادي تخدم التمرين الاول بهذا الشكل هذا، غادي دير فيه جوج ديال السيريات، كل سيري غادي دير فيه حتى هو 12 تكرار. ملي تتسالي
كدوز للتمرين الثاني اللي كتخدم فيه حتى هو 2 ديال السيريات، وكل سيري كتخدموا نعم سيدي ب 12 تكرار بهذا الشكل هذا. حاولوا تمشيو بهذا النظام الاصدقاء ديالي كيف ما قلت لكم ما بين 3 ديال الحصص حتى 4 ديال الحصص في الاسبوع على حسب المنطقه اللي نتوما فيها واللي صار واش تيحلوا الاسبوع كامل ولا لا. على اي اللي بقى خاصني نوصلوا لكم اصدقائي اللي غيسولني على التغذيه، راني ديجا داير فيديو هنايا غادي يطلع لكم تيهضر بالضبط على شنو خاصكم تاكلوا. بالنسبه للناس المبتدئين اللي ما بغاوش يحمقوا راسهم ما عندهمش البيدجي باش يبداو يعني نظام غذائي مع لاصال مع المصاريف، الله يحسن العوان. حنا راه عارفين الناس تيكونوا مازال تيقراو، باقيين دراري صغار ولا عاد خدامين ولا عندهم مصاريف اساسيه اخرى فهمتيني مزيره الامور عندهم. الله ييسر للجميع. اللي نقدر ننصحك به انا تريني لونطريمون شي حاجه اساسيه. لو راسك في لاصال دخل على الاقل حتى لا ما تنفعش الانسان بداك الشكل اللي بغى، ما وصلش لهذيك النتيجه اللي بغى ب 100%، غيكون على الاقل جر راسو من واحد المجال ديال الانحراف ودخل في واحد الوسط اللي هو زوين، عقلك تيولي نقي، الطاقه ديالك تتولي مزيانه. اللي نوصيكم عليه ملي ترينيو ما تبقاوش تتساراو اخوتي في الزنقه، سير حاول تمشي تاكل الوجبه ديالك كيف ما كانت في الدار. المهم ماكله ديال الدار تكون نقيه وزوينه مصوبه لك الوالده ولا المدام ولا اختك ولا اللي كان. بالنسبه للاخوان اللي باغيين كيقول لنا نظام غذائي متوازن مقاد مصاوب، راه حاط لكم الرابطه ديال الفيديو ولا راه غيطلع لكم فيديو هنا في الشاشه، طابيو عليه دخلوا تفرجوا في لا فيديو، راه ذكر لكم فيه كل شيء كيفاش تقدروا تصاوبوا نظام غذائي ديالكم بالضبط. هذا اللي كاين صديقي العزيز، تنشكركم بزاف على المشاهده. الا وصلتوا حتى هنا اصدقائي ما تنساوش ديروا جيم الله فيديو، حاولوا تبارطاجيو مع اكبر عدد من الناس باش ان شاء الله تعم الفائده مع الجميع. وغنكون فرحان بالاشتراك ديالك صديقي في القناه لحقاش غتولي فرد من العائله الرياضيه ديالنا. وما تنساوش اصدقائي تفرجوا في هذا الفيديو راه غينفعكم بزاف.